في نوعيه كده من الاسماك بتحب تستخبى في الرمله، وبيبقى طبيعتها كده سبحان الله لان عينيها من فوق وسهل عليها تراقب وتصطاد وهي جوه الرمله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة السمك في اسكندرية، معاكم عمرو أبو الوفا. وقبل ما نبدأ في محتوانا بطلب منكم كلكم الدعاء لأهل غزة، لأن اللي بيحصل لهم دلوقتي ده كان لا يمكن نقبله حتى وإحنا في الجاهلية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فاحنا اقل حاجه نقدمها لهم هي الدعاء. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن سمكه الرقاد، وفي منها 3 انواع في البحر المتوسط، واسمها العلمي بلاتيكيفالوس، والاسم ده معناه مسطحه الراس. طبعا واضح جدا سبب التسميه، لان راسها من فوق مسطحه تماما اكنها متسويه على ميزان ميه. واكتر حاجه بتميزها ان الزعانف الصدريه بتاعتها كبيره شويه، وتحس انها عامله زي الجناحات الصغيره، وعينيها من فوق وبقها من قدام. جسمها مضغوط تماما، ومن تحت لونه ابيض، ومن فوق بيكون لونه غامق. ممكن يكون لونها غامق ساده زي السمكه اللي معايا، وممكن يكون في نقرشه والوان كتيره جدا، بس طبعا كلها الوان غامقه. اللي معايا دي كمان نوع مميز جدا من الرقاد اسمه الراكود الهندي، مميزه جدا بالخطوط الصفراء والسوداء اللي على ديلها. في سمكه شبه شويه سمكه الرقاد وهي سمكه القطه. الفرق بينهم ان سمكه القطه بقها بيكون من فوق، لكن سمكه الرقاد بيكون بقها من قدام. كمان سمكه القطه جسمها تخين شويه ومش بتطول كتير، اما سمكه الرقاد بيكون جسمها مضغوط وبتوصل نص متر بسهوله. سمكة الرقاد موطنها الأصلي المحيط الهندي، وموجودة في غرب المحيط الهادي، ودخلت البحر الأحمر وهاجرت للبحر المتوسط عن طريق قناة السويس، وكانت بداية ظهورها في البحر المتوسط سنة 1953. سمكة الرقاد بتعيش على أعماق من 20 متر ل 200 متر، وتحب جدا جدا الأعماق الرملية والطينية عشان تعرف تدفن نفسها، بالذات اللي حوالين الشعاب المرجانية عشان تعرف تصطاد. هي بتبقى مستخبية تماما ومخفية جوه الرملة أو الطينة، وعينيها لفوق. فاي سمكه بتعدي فوق منها بتشفطها في اجزاء من الثانيه. شايف البق الرفيع اللي من قدام ده؟ جواه اسنان لا يستهان بيها. بتوصل للبلوغ عند طول 45 سم تقريبا، وممكن قبل البلوغ الصغار تخش مصبات الانهار. ومسكوا فعلا افراد صغيره منها في الميه العذبه، واقصى طول مسجل ليها هو متر، وكان وزنها 3 كيلو ونص. بالنسبه للصيد، هي الموسم بتاعها بيكون اواخر الشتاء مع الربيع كده. في الوقت ده بتكون مبطرخه واحجامها كويسه، يتم استهدافها بشباك الجر واللنسه، وممكن كمان تطلع في الصيد بالمخيله. وهي على الرغم انها مش مشهوره قوي في اسكندريه، لكن في دول ثانيه بتعتبرها من اهم الاصناف الصيد التجاري بتاعها. واليابان مثلا قدرت تستزرعها وعملت لها مزارع، اما في الصين بيتم استخدامها في صنع الدواء. بالنسبه للاكل، تعتبر سمكه الرقاد اكتر سمكه فاجئتني في طعمها بعد سمكه المشكاتلي وسمكه سامبيار. طعمها جميل جدا، وبتتسلخ، بتتعمل صينيه بطاطس او شوربه وايت، وممكن من غير ما تتسلخ وتتشوى على طول. سمكه جميله جدا وسعرها معقول لانها مش معروفه. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلى